اهلا بيكم في برنامجكم شباب على الهوا. ومهما كانت الظروف ومهما كان في حاله من التخبط والاحباط احنا بنمر بيها في الفتره الحاليه، الفتره الانتقاليه الخاصه بثوره عظيمه هي ثوره 25 يناير، الا اننا لازم نرجع حماس الشباب، وان الشباب كلهم لازم يكونوا مصرين على التواجد من خلال العمل والفعل والجد والاجتهاد، من خلال الفكر وتنفيذ الافكار الايجابيه. احنا محتاجين ان احنا كلنا نتكاتف مهما اختلفنا في وجهات النظر او في الاراء، لان الفتره دي هي فتره صعبه. احنا محتاجين كلنا نكون ايد صلبه، ايد قويه، رجل زي ما بنقول كده وقفه قويه جدا ضد اي رياح ممكن تاثر على ثوره 25 يناير. لان الثوره دي ما قامش بيها احزاب، الثوره دي قام بيها شباب، قام بيها شباب واعي، شباب له فكر، شباب عايز يغير البلد للأحسن. وده اللي بنأكد عليه النهاردة ببرنامجكم شباب على الهوا، صوت الشباب الحر. بشكل حيادي كامل احنا في برنامج شباب على الهوا نستقبل كافة الآراء ايا كانت هذه الآراء، ونستعرضها ونعرضها في برنامج شباب على الهوا، وبنعرض كافة وجهات النظر. وكل الامور دي بتتم من خلال التواصل مع حضراتكم من خلال شبكة الانترنت، وبالتحديد من خلال جروب برنامج شباب على الهوا على قناة النيل الأسرة والطفل على الفيسبوك، وايضا من خلال تويتر ومن خلال سكايبي، طبعا من خلال تليفون البرنامج رقم 257555863. رقم التليفون مرة تانية هو 257555863، وهو ظهر أمام حضراتكم على شاشة التلفزيون. دائما بنحب إن احنا نستعرض الأقاويل عفوا لكل من يؤثر في الشارع المصري، بنستعرض الصورة المعبرة عن كتير من الأمور. فتعالوا بينا نشوف النهاردة الفيسبوك وتويتر بنستعرض منه إيه، ونعود معاكم مرة تانية لبرنامجكم شباب على الهوا، صوت الشباب الحر. جينا مع حضراتكم مع أجندة البرنامج اللي من خلالها كمان بنعرض الأماكن الثقافية والمراكز الثقافية المختلفة اللي موجودة، اللي بتتواجد فيها معارض الفنون التشكيلية، العروض الفنية إن كانت عروض مسرحية أو عروض غنائية، كل الأمور أو العروض أو الندوات المختلفة هنستعرضها مع حضراتكم من خلال الأجندة. فتعالوا بينا نشوف أجندة برنامج شباب على الهوا ونعود معاكم، ولكن بعد الأجندة.
جينا مع حضراتكم مع أهم تويترات، ونبدأ مع أول تويتر معانا بيقول: هل بإطلاق اللحية يعود الأمن وتتم هيكلة الداخلية؟ سؤال بيطرح نفسه في الشارع المصري بعد ما قرينا كلنا في العديد من الصحف إن في عدد من الضباط توجهوا لفكرة إطلاق اللحية. يمكن برضو قرينا وتابعنا وزير الداخلية لما قال ان فكرة اطلاق اللحية لضباط الداخلية مرفوضة، انما في حد ذاته هل الفكرة دي عندما يطلق ضباط اللحية عفوا ضباط الداخلية اللحية، هل هنا المشكلة هتحل والأزمة ما بين الضباط والشارع المصري يمكن أن تصل إلى نهاية؟ ده سؤال بيطرح نفسه. نتمنى ان هو يكون في حل للأزمة دي، واعتقد ان الحل الامثل اللي هيرضي الشارع المصري هو اعادة هيكلة وزارة الداخلية. لكن السؤال برضو المهم، وقت اللي محتاجاه وزارة الداخلية لإعادة الهيكلة وقت قد ايه؟ ومين الضباط اللي هيتم الاستغناء عنهم ومين الضباط اللي هيفضلوا مستمرين؟ لان ما زال برضو في بعض الاتهامات توجه لبعض الضباط اللي بيقال ان هم كانوا على صلة وما زالوا يساندوا النظام السابق. ده التويتر الاولاني. التويتر الثاني: بيان الحكومة ارقام واحلام لا يبان للمواطن البسيط في الشارع. طبعا الفكرة ان احنا لما نقول الحكومة تعرض او تستعرض بيان ما، البيان ده فيه مجموعة ارقام لاحداث لنتيجة لاتجاه اقتصادي او اتجاه اجتماعي او اتجاه تعليمي او اتجاه صحي، كله بيكون من خلال الارقام. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه: هل الشارع المصري بيستشعر الارقام دي ولا لا؟ الراجل الفقير اللي في الحارة اللي موجود في حتة شعبية جدا، هل هو حاسس النتيجة ولا لا؟ حاسس ان في تغيير وفي ايجابيات هو كان بيحلم بيها تمت ولا لا؟ هي دي الاسئله اللي بتخلي الشارع المصري ما زال يستشعر ان اهداف الثوره المصريه لم تتحقق بعد، وهو بيتمنى ان الاهداف يتم تحقيقها في اسرع وقت ممكن. ده التويتر الثاني. تويتر الثالث بيقول: في زحمه الاحداث العربيه لا يجب ان ننسى الاقصى. طبعا حضراتكم لو بتتابعوا في احداث كتيرة جدا بتتم في كل مكان في الوطن العربي، ويمكن الاحداث دي خلت الناس كلها تلتفت مع كل اللي يخصها. انما دلوقتي احنا بنستعرض فيديو من الفيديوهات اللي هو خاص بالمسجد الاقصى، واعتقد ان موضوع الاقصى موضوع مهم جدا. يعني عايز يعني هقول ايه، بس هنقول ان الاقصى يعني دينيا هو بيعني لينا أهمية كبرى، بيعني للمسلمين وبيعني للمسيحيين. إذا كان في محاولة لاستغلال الأحداث اللي بتتم علشان تحقيق هدف معين، يبقى لازم برضو أن يكون في متابعة ونظرة. الحقيقة يعني إحنا نتمنى أن الدول العربية اللي ما عندهاش أحداث في بلدها لازم يبقى لها دور خلال الفترة دي. مصر ليها دور وهيبقى لها دور أكبر، انما اذا كان في دلوقتي احداث داخليه احنا بنهتم بيها لازم يكون في نظره خارجيه. فاعتقد ان احنا محتاجين ان احنا نحمل مسؤوليه كبيره على بعض الدول العربيه اللي ما عندهاش اي مشاكل، ان لازم يبقى لها دور، بما انها تمتلك البترول، بما انها تمتلك الغاز، بما انها تمتلك اقتصاد، فلازم يبقى لها دور خلال الفترات القادمه. ده التويتر الثالث. التويتر الرابع: ليس بالميدان وحده نصل لكل الناس، هننزل ليهم يا شباب. ان احنا ننزل الميدان ده شيء رائع، بس ننزل الميدان بدون ما يكون في هدف كبير احنا بنتحرك اليه. يعني نزلة الميدان عشوائية دي مش مطلوبة. احنا عايزين ننزل للناس. ننزلنا الميدان، ننزل الميدان ده شيء رائع وكلنا بننزل الميدان، بس الشارع بقى، المحافظات المصرية، زي ما نقول الحواري المصرية، الناس دي لازم ننزل لها، لازم يبقى لنا دور معاها. في حركات شبابية بتقوم بالدور ده، لكن في نفس الوقت بيكون الفائدة اللي بتعود من الحركات دي على البعض بتكون قليلة. لا، احنا عايزينها تزداد. لما يكون الشارع المصري او الشعب المصري 85 مليون نسمة، يبقى احنا محتاجين نرتب اوراقنا بشكل افضل، محتاجين ان احنا نصل للشارع المصري بشكل اقوى، ونصل لكل فرد موجود زي ما قلنا في بلدنا، علشان نوصل له المعلومة السياسية، نوصل له المعلومة عن حقوقه، نوصل له المعلومة عن واجباته. اعتقد ان ده
موضوع مهم جدا. ده التويت الرابع والاخير. هنروح مع اليوتيوب، وزي ما حضراتكم عارفين من خلال اليوتيوب بنشوف حاجات كتيرة جدا. بنشوف القناة اللي بيحكمها ضمير الفرد. النهاردة هنشوف أغنية فيها نسبة مشاهدة عالية جدا، هي أغنية أنا موجود. تعالوا بينا نشوف الأغنية ونعود معاكم مع ضيوفنا بعد ما نشوف الأغنية، ونبدأ حوار قوي جدا في برنامجكم شباب على الهوا، صوت الشباب الحر.